لا انترس. شلال النافش يعد واحدا من أهم المنتجعات السياحية التي تتميز بها محافظة إب، ويقع في منطقة حباها الله بجمال الطبيعة الخلابة اجتذبت إليها الآلاف من السكان في منطقة ميتم بمديرية ريف إب. ويتدفق هذا الشلال من منحدرات صخرية قادمة من جبال بعدان، وينتفش من الأعلى مسافات طويلة. تتحول قطرات الماء إلى حبيبات ترسم لوحة جمالية بعذوبة الماء لتضفي ألوان ساحرة. الشلال يأتي من حصن حب من ضابع ينزل إلى هذا المكان، وسميت النافش لأن الشلال ينفش بالماء، وتراه كما تراه رائع وجميل كأنه نزل من السماء لبعد المسافة، ولذلك سميت النافش بهذا الاسم. هنا في قريتي النافش والجحلة التي تنصب عليها الشلالات، واستقت منها هذه الطبيعة وأكسبتها جوا عليل وخضرة وارفة برائحة الزهور وخيرات أرضها. وصنفت انه منتجع سياحي، وعملوا مخطط على اساس يشق الطريق الى عند الشلال حتى يسهل السياح الوصول اليها، الا انه الى الان لم يتم ذلك. الطريق إلى هذا المنتجع السياحي الطبيعي قد تسهل لمن يعشق هذا الجمال الرباني، لكن بصعوبة بالغة، إذ يعاني السكان والزائر من وعورة الطريق، ولم تلتفت لها السلطات المحلية رغم أهميتها السياحية. وللتعليم حكاية أخرى، فالمدرسة الابتدائية طلابها يدرسون في العراء، وكل أملهم فصولا دراسية تقيهم من حرارة الشمس وهبوب الرياح. هذا يعيشوا بالقرن ال21. هذه مدرسة بالقرن ال21 بعالم الناس بعالم الفضاء، وإحنا جالسين وسط الحجار وتحت الخيام. طالب مدرسة نقرأ هنا تعب طلعة شمس مطر، طالب إحنا مدرسة ويقولون حتى مدرسة نظلل. مشروع المياه كانت قد شرعت به الحكومة قبل أكثر من 10 سنوات بحفر هذا البئر، ولكنه مغلق في وجوه السكان وتحول إلى أطلال، شاهد على حجم الفساد الذي أبقى المواطنين في ترحال يومي لجلب الماء، وجعل من المرأة عنوانا للألم والمعاناة. بئر ارتواز ماء لأهالي القرى المجاورة قرية النافش والجحلة له مدة حوالي 14 سنة. هذا يصبروا لأيام الانتخابات وجاءوا يفتتحوا، كل ما جاء انتخابات جاءوا يفتتحوا لجلا يوهمونا بمشاريع وهمية بس، ولما تروح الانتخابات ويروح الماء. والآن نناشدهم بأن يجوا يصلحوا لنا الماء، احنا عاطشين بأيام الشتاء ما ندريش مو نشرب. إذن بلاد حباها الله بالجمال بمقومات السياحة الطبيعية والتراثية، وحاربتها السلطات من أبسط الخدمات. محمد أبو راس، أضواء سهيل.